السلام. سميتي رقية وجيت اليوم نفتي عليكم وتقولوا لي شنو غادي ندير في هاد الحصله اللي حصلت. انا خوتي كبرت وترعرعت وسط عائله محافظه، عائله الله يعمرها دار. والديا ولله الحمد كانوا مفاهمين وقراوني وربوني. ما كملتش قرايتي ولكن جلست في الدار مده طويله حتى درت تقريبا ديك 20 سنه. 20 سنه صافي ولا كيبان لينا غير الزواج. كنت بنت متخلقه متدينه داخله سوق راسي، ما اش نقول لكم، ما عنديش نهائيا مع داكشي ديال التصاحب وديال نتعرف على الدراري في الهدف زعما في مواقع التواصل الاجتماعي وندخل نشاطي مع هذا وندوي مع هذا. كنت اخوتي مقابله غير الصلاه والعباده والدين، وكنت جالسه مع والديا ترونكيل. الاب ديالي حتى هو كان كان فقيه، وهذا الراجل حتى هو اللي جايه بغيت نعاود لكم عليه اللي تزوجت به حتى هو فقيه. كنت في هذيك البلاصه اللي فين ساكنه كان واحد الفقيه مسكين، اش نقول لكم، كانت ميته ليه المراه وبخليه ليه واحد الدري صغيور، وكان ديما صراحه كيبقى فيا. وهذاك الدراري الصغيور وقت ما كنت خارجه نتسخر ولا شي حاجه كنت كنشوفو كنبقى نلعب انا وياه. كنت في عمر تقريبا ديك 6 سنين بحال هكاك. وكان داك الوليد ما شاء الله على من الزينه وغزال غزال ومربي احسن تربيه، ولكن مسكين كان يتيم. كنت وقت ما خارجه غادا للحانوت وانا راجعه كنشري ليه بيمون، نشري ليه فانيل، نشري ليه مسكه. وهذاك الدري الصغير مسكين بحال تقولوا كيف ما تنقولوا تعلق بيا بزاف. وحتى باه لاحظ هاد المساله، وحتى انا ملي كنمشي للدار كنبقى غير كنفكر في داك الوليد الصغير. بحال تقولوا كان كيفوج عليا. بعض المرات كنطلع من الشرجم وتيبان ليا كان كيلعب، وكنبقى تنشوف فيه كنتحسر على الام ديالو مسكينه اللي مات. مات الام ديالو ملي كانت كتولدو للاسف. داك الدري الصغير واخا هكا كتحس به ناقصو الحنان ديال الام بزاف. لان فاش كنشوفو بعض المرات كيلعب مع صحابو كتجي شي ام كدي شي واحد من صحابو كيبقى مسكين كيشوف ديك الام كيفاش كتشد في ولدها، كيفاش كتعيط ليه، وكنحس الحزن بزاف في عيني. ما عليناش. انا كي قلت لكم كنت داخله سوق راسي وكنت الحمد لله عندي حقي في الزين، وكانوا الخطاب كيجيو لدارنا بحال اي بنت. ولكن والديا ما كانوش كيبززوا عليا، كيقولوا لي يا بنتي حياتك هذيك انت تختاري، زعما انت تختاري شريك الحياه ديالك. وكانت هذه النقطه عجباني في الوالدين ديالي، واخا ما عندهمش واحد المستوى دراسي عالي، ولكن كيف ما تنقولوا واعيين. كيقولوا لي زعما حياتك هذيك انت غادي زعما تعيشيها كيف ما بغيتي انت، حنا ما عندنا حتى شي دخل، حنا ما علينا غير نقولوا لك الله يسخرها بنتي. وفعلا فاش كيجي شي واحد ما معمر شي ديال العين كنت كنرفضو، ما كنلقى شي مشكل مع والديا. واخا كانوا كيجيوني ناس لاباس عليهم غرقوا والديا فلوس، كانوا كيجيو من المدينه لذاك الفيلاج فين كنت ساكنه، ومع ذلك والديا كيف ما تنقولوا ما طماعينش. وهذه النقطه عجبتني فيهم بزاف ولله الحمد. حيت راكم عارفين الوالدين ملي كيكونوا ما فحالهمش وكيجي البنت شي عريس كما تنقولوا كامل مكمول وعنده الفلوس وغادي يتهلا فيهم وداكشي كيبيعوا البنت بهذا المصطلح. ولكن والديا لا. اخوتي واحد النهار كنت جايه من الحانوت وكيف ما العاده بديت كنلعب مع داك الوليد الصغير اللي كانت سميتو انس. كنت كنلعب انا وياه وكنضحكوا حتى بالي با كيطلع لينا من الشرجم وكيشوف فيا واحد الشوفات في شكال. انا صراحه غير شفت داك الفقيه وانا نحضر عينيا وزدت في حالي مع الطريق. وما نكذبش عليكم، هذاك الفقيه حتى هو كان عنده حقه في الزين ما شاء الله. ولدو انس كان زوين، فبا حتى هو ما نكذبش عليكم كان في الجمال. ولكن حتى هو كما كنقولوا في عيني كان كيبان لي الحزن بزاف، لان كنا كنعرفوا في داك الدوار باللي كان كيبغي مرتو بزاف، كان كيموت عليها. ما عليناش. دازت المده حتى واحد النهار كنتفاجئ بلي الفقيه جاي يخطبني. جا لعند والديا وقال لهم بغيت زعما بغيت نتزوج برقيه على سنه الله ورسوله. بالفعل مشى وخلى والديا بداو والديا كيتشاوروا معايا في هذه المساله. قالوا لي شنو بان لك؟ وانا نقول لامي قلت لها صراحه ما عرفتش. قلت لها السيد فايت فيه مزواج وعنده وليد صغير. وقلت لي الوالده ديالي وشنو فيها؟ بالعكس قالت لي راه مزيان، غتربي داك الابن ديالك غادي يكون بحال ولدك. وانا راكم عارفين كي قلت لكم علاقتي بانس كانت زوينه بزاف. ملي بقيت حطيت راسي في المخده وبديت كنفكر قلت نيت مزيان نكسب واحد الاجر كبير في الدنيا، نربي طفل يتيم ونتهلا فيه ونكون انا هي الام ديالو. وحتى هذاك السيد صراحه ما عمرني سمعت عليه شي حاجه خايبه، بالعكس كنت كنسمع بالله هو كان نعم الزوج. كان مهلي في مرتو مزيان وكان ما مخصصها من حتى شي حاجه، وكان كيتعامل معاه المعامله الطيبه والحسنه. حتى الابن ديالو كان مهلي فيه وكان كيحاول ما امكن ان ما يحسو شي بالنقص. فقلت بالتالي غادي يكون كيف ما تنقولوا اب مثالي حتى لولادي. كيف ما تنقولوش في كاع المواصفات اللي كتمناها اي بنت. كما قلت لكم راجل متدين متخلق عنده دارو، مربي ما تيفسد ما كيخون ما حتى شي حاجه على ما سمعت. فبقيت واحد المده شحال كنخمم بيني وبين راسي وانا نقول واقيلا هاد السيد جابوا لي ربي غادي يكون هو الزوج ديالي. وحتى داك انس كان بالنسبه ليا بحال تقولوا هو ديك الشعله اللي كما تنقولوا زات نورات لي طريقي. حتى انا لانني كنت انا كنحماق على الدراري الصغار. ما عليناش. المره الثانيه فاش جا الفقيه للدار
قالوا لي والديا بلي راني موافقه، وبالفعل دوزنا واحد فتره الخطوبه غير صغيره، واحد المده غير صغيره، تبادلنا ارقام الهاتف وبدينا كنتكلموا شويه على كيفاش غادي نعيشوا. ولقيت السيد ولله الحمد كما قلت لكم متدين، وتيقول لي مسكين غير اللي بغيتي، حتى من ناحيه الصداق، من ناحيه شنو يجيب لي في الدهاس، يقول لي لا 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 انت امري واللي بغيتي انا ننفذه. قال لي غير الشرط الوحيد اللي عندي هو تطلي لي في ولدي. قال لي راني كنشوف فيك زعما كيفاش كتعاملي معاه وكتصرفي معاه، والوقت ما كتجي من الحانوت كتاخدي لي شي حاجه وانا نسولو. قلت لي واش بغيتي تزوج بيا صراحه غير على قبل ولدك لاني شفتي علاقه بيني وبينه زوينه، ولا حيت انت زعما كتكلي ليا مشاعر؟ زعما مهتم بيا لانني انا بيني وبينكم ما كنقدرش نتكلم في هذا الشيء ديال الحب والغزال وهذا الشيء، ما بيني وبينه غير الخير والاحسان، ولكن كنت كنعرف نوصل، يعني كنحاول نوصل ليه الفكره اللي بغيت نقول بطريقه غير مباشره بلا ما نقلل عليه العفه كيف ما تنقولوا، لانني كبرت في وسط يعني محافظ، وداك الكلام الحب والغزال عندنا خوتي حنا حشومه راكم عارفين. ماليناش قال لي لا راه انا ارتحيت ليك والسيد دا كيعبر وانا حشمت لان انا ما تابعش الشفا واخوتي ما عندي شيء معاه. صافي تفاهمنا وبالفعل مشيت لداري والسيد ما كذبش عليكم كان الله يعمرها دار وكيتصرف معايا مزيان. غير هو مشكل واحد اللي كان عندي مع هاد السيد، مشكل اخوتي واحد اللي كان عندي معاه، هو كان كيف ما تنقولوا مجهد فوق القياس، راكم فهمتوني بين قوسين، يعني داكشي صباح مساء زوال في جميع الاوقات، في كل زمان وفي كل مكان، يعني يكون مستعده او غير مستعده. السيد كيبغي، فهمتوا كيفاش، بحال تقولوا السيد ملهوف على ديك العلاقه وانا باقا جديده، باقي عروسه، باقي خايفه، ما عرفت داكشي منين نبدا. وعاد حاجه اخرى الحاجه اخرى اللي بعض المرات كنتناقشوا عليها هي ديك المساله ديال الكلام الحب والغزال. هو السيد كان ملي تزوجت به اكتشفت باللي الراجل رومانسي بزاف، يعني دائما الكلام الزوين مع فمو، الحبيبه ديالي توحشتك كنبغيك، وبعض المرات كيلومني كيقول لي انا ما عمرني سمعتك كتقولي لي كنبغيك ولا توحشتك ولا هذا. ولكن اخوتي راه ما نكذبش عليكم، راه واحد النوع ديال العيالات غادي يفهمني، غنقول هذه الجمله وغادي تحس بي، غادي يحسوا بيا، ما كنقدرش نقول ليه كنبغيك، راه بحال فمي اش نقول لكم، بحال درت ليه البنج في ديك اللحظه، ما كتقدرش الهضره تخرج ليا من فمي، لانني ما عمرني سمعت امي مع با تيقولوا شي كلام بحال هكا، ما عمر با قال لي كنبغيك، ولا حنا مربيين تربيه حرشه، ولكن كيف ما والديا كيبغيوني، ولكن داك الحب كيوصلوا ليا بطريقه غير مباشره، ولكن انا كنفهم بلي با كيبغيني، ولكن صعب باش نقول لي كنبغيك بنتي ويبوسني وداكشي التعناق وهذا، وما ما كبرهاش فيه وما كنعرفش ليه. هذا هو المشكل اللي عندي مع داك الفقيه. هذا المشكل الثاني اللي قلت لكم اخوتي هلكني اخوتي، هو بزاف، وانا في ديك الفتره الاولى كنت بارده، ما نكذبش عليكم، انني باقيه الله عروسه جديده، ما عارفه قلت لكم داكشي منين نبدا، ما تنعرف شي نتصرف، ما تنعرف شي نتكلم، وكان دائما كيجي لهاد النقطه بالضبط وكيبقى دائما يتكلم عليها. علاقتي مع انس غزاله، يعني نهار بعد نهار كتوطد، ولا مسكين كيعيط لي بعض المرات ماما رقيه، عرفتيك ماما كتخرج من فمو كالعسل. هذاك الوليد الغزال ما شاء الله عليه، اش نقول لكم، عاد حاجه اخرى ذكي وكيقرا مزيان، يعني مواكب الدراسه ديالو. وعاد فاش لاحظت واحد المساله ملي تزوجت بباه، السيد ولا كيخرج وكيفرح كيكبر بيا قدام الدراري الصغار، يعني قدامهم حتى هو كيبغي يعيط ماما كل شويه ماما رقيه اجي شوفي كيفاش لعبت، ماما رقيه اجي شوفي هذه اجي. ما تخيلوش الفرحه ديالي قداش كتكون، يعني ماشي غنقول لكم زعما كنتصرف مع ولد راجلي خايب ولا داك الضرب والعنف وداك الشيء، ما كاينش، بالعكس قرار خديته زوين. ولكن المشكل الوحيد اللي عندي مع راجلي هو هذا. بعض المرات ما نكذبش لكم، لا السي الفقيه الله يهديك الله السي الفقيه، راك يلاه باغي تمشي للجامع تصلي بالناس، خلي حتى من بعد ونقضوا غرض، ولكن هو والو تيقول لك ماشي شغلك، ولا البرد راه ما كيعرف هو اخوتي، لا برد لا شتا لا عاصفه لا اعصار. قلت لكم اخوتي هو في كل زمان وفي كل مكان هو باغي. دابا انا لحد الان باقي ما عارفه شي كيفاش نتصرف مع راجلي. للاسف بغيت نتبدل، انا ما نكذبش عليكم، بغيت نتبدل، انا السيد راه لا يعاب، راه نعم الزوج، ولكن ضروري في اي علاقه كتلقى شي مشكل، اللي كيخرج لك من الجنب، كيكون من حيث لا تحتسب، ما كتكونش داير ليه الحساب كاع. وهذا هو المشكل الوحيد اللي عندي مع راجلي. وصراحه ما بغيتش نخسرو، لانه كيعاملني معامله زوينه، ولكن اخوتي راه سخون فوق القياس، مجهد فوق القياس، هلكني بالعربيه الطعرب، ما عرفتش كيفاش نتصرف معاه، ما عرفتش كيفاش نرضيه ونرضي راسو. بعض المرات كنحاول نجلس معاه على طاوله الحوار ونقول ليه راني باقي عروسه جديده، انا صبر عليا شويه، راني باقي ما ولفتش، باقي داكشي دقه بمراحل. انا ما نكذبش عليكم، بسببه هو جاني برود، بسببه هو الناس اللي صراحه ما عنديش ثقافه جنسيه كبيره، ما مثقفاش في هذا المجال بزاف، ولكن السبب الرئيسي علاش ما بقيتش كنبغي ديك العلاقه بسببه هو، لانه
ما كيعطينيش مجال انني انا نتوحشو ولا انا نبغي ولا انني نفكر بغيت ندير شي حاجه. هو اخوتي ديما فوق راسي، هو ديما حدايا، ديما باغي. واخوتي كانت هذه قصتي وما عرفتش كيفاش نتصرف، لانني فعلا داك الراجل كان ليه مشاعر وكنبغيه بزاف وعزيز عليا وولدو عزيز عليا. ولكن الحاجه لو تا والديا غتقولوا لي احكي لوالديك ولا سميتو، ما نقدرش نتكلم معاهم في هذا الموضوع، لانني كنحترمهم وحنا من عائله محافظه، ما نجيش نتكلم معاهم في هذا الموضوع. هذا الموضوع كيف ما تنقولوا حساس بزاف وحشومه، يعني في العادات والتقاليد ديالنا حشومه. وتنقول الحمد لله اللي كاينين قنوات في اليوتيوب وفي الراديو كنقدروا اننا يعني نعاودوا يعني نحاجيو ونخويو داكشي كيف ما تنقولوا في قلبنا، نتكلموا بلا ما يشوفونا الناس، غير يسمعوا صوتنا ونحاجيو يعني نخفوا. كتلقى الحمد لله الناس المسلمين المغاربه كيبداو ينصحوا، كيقدموا النصائح للناس كيوجهوهم. داكشي علاش انا قررت انني نحكي قصتي في هذه القناه، وكنتمنى منكم تساعدوني وتقولوا لي شنو غادي